عابكم شي لك مع السخانه هذه اروح تولي وما يليق غير كاس عصير قصب بالسكر من عند عمي رشيد. انا نقول عمي رشيد باب الرزق، ان شاء الله ربي يوفقه ويقدره ان شاء الله. شوفوا راهو الابناء تاعنا يخدموا بسم الله ما شاء الله، النعمه التربيه بسم الله ما شاء الله. هذا قصب السكر فيه فوائد جمة وعظيمه. كاين بزاف يقول لك شنو فوائد قصب السكر. عام قصب السكر واش فيه فوائد. يبيع عمي رشيد هنا في طريق على الكريار، اسعار معقوله في متناول الجميع. تشرب حاجه جديده وحاجه نقيه مام حتى فيها الفوائد بزاف بزاف بزاف، يعني فايده للكور نتاعنا. كما راكم تشوفوا هذه الاله اللي يعصر بها قصب السكر. وحتى النحل هنا عنده نصيب من هذا عصير قصب السكر. ودوك العسل تاع النحل هذا واش يسموه؟ عسل قصب السكر ولا كيفاش؟ بسم الله ما شاء الله. كما راكم تشوفوا عنده العبوات مام حتى هذا العصير يعطيكم فيه لي كلاصو باش تشربوه بارد ومنعش، يعني نحي على القلب، يعني كيما نقولوا حنايا يبرد على القلب. شوفوا بسم الله ما شاء الله كي يعصر يتلم في هذيك الكاج اللي تحتاني، يعني يتصفى ويخرج لكم كما نقولوا عصير قصب السكر طبيعي، يعني نات ما فيه حتى اضافات، ما فيه حتى حاجه. بسم الله ما شاء الله. وحتى اللي يحب يدي في قرارات الاسعار في متناول الجميع، يعني كما هذا جطاب كان سمين هذاك هو حقه حاجه طبيعيه ناتورال. وهكذا راح نشربوها بالاخص كنت معكم وتشربوها عند البحر. واش نقول لكم والله العظيم تولوا تتخيلوا تحسوا روحكم في جزر المالديف، في جزر الهاواي، بزاف هكذا، يعني صراحه ما شاء الله. تحس روحك في هاواي، بس انت راك غير بالكريه. وصراحة بسم الله ما شاء الله نقولها ونعودها 1000 مرة، ننصحكم أنكم تجربوا هذا عصير قصب السكر. حتى كما نقول حتى ما ينفعش ما يضرش، لأنه هو صح أكيد فيه فايدة كبيرة. ونحط لكم في الأخير الفوائد تاعو. المكان وين جاي شتو الكريك تعود جايين من بومرداس ولا برج منايل رايحين طريق كاف جنات، توصلوا الكرير اللي هي المحجر عند ديسبونسير هنايا مقابلو اسواسو، تلقاو حاط هذه اللافته تاع عصير قصب السكر. وهذو من الفوائد تاع عصير قصب السكر. ومرحبا بكم، اهلا وسهلا بكم عند عمي رشيد، والله يرزق والله يقوي الخير.